السلام عليكم، عاملين ايه واخبار يومكم؟ يا رب يكون يومكم خير علينا وعليكم جميعا يا رب. ربنا يجعلها بخير علينا وعليكم، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم طريقه تخزين التوم. طبعا التوم الوقت في الايام اللي احنا فيها دي التوم بالزرع بيفرغ. احنا في الارياف، وطبعا التوم عندنا بيفرغ في الاوان دي. دايما التوم ما بحبش اخزنه على اخر السنه. اخر السنه الاوان اللي احنا فيه دي بيكون التومه نشفت، وايه، ويعتبر ما عادش لها امان ان هي تفضل، يعني ده قصدي كلام يعني. ما بيبقاش لها امان. انا دايما بعمله كده، عايزه تحطيه في التلاجة حطيه، عايزه تحطيه في الفريزر حطيه، الحته اللي تريحك ماشي. قلت اعمل معاها شويه ايه، شويه هريسه شطه كده. انا يعني مش عندي كبه، حبيت ان انا اجربه في الخلاط بس مش نفع. دايما كنت بعمل التوم دج كده في الهون، اللي هو الدج الطبيعي بتاعنا. هو عشان تعملي التوم تهرسيه، انا بخزنه، كنت الاول بخزنه بفصوصه، يعني اقشره على ايدي واخزنه بفصوصه. وكنت بعمل مثلا شويه، يعني السنه اللي فاتت عملت برطمان مهروس وبرطمان من غير هرسان، جرون كده فصوص يعني. قشرته كله على ايدي، يعني قعدت يطلع يوم كده اقشر فيه، قشرت الكميه كلها اللي انا عايزه اعملها، مليت برطمان. والبرطمان التاني برضو قشرته، بس عملته زي ما هو، ما هرستوش، عملته ايه فصوص كده. ومسكت ايه عملته لما لقيت الخلاط، كبة الخلاط مش هتنفع، عملته على ايدي زي ما اني بعمله على ايدي كل سنه في الايه، في الهون. وانا قاعده بحط شويه ملح وادوق، اللي اكن هطبخ، يعني الدجه اكن هطبخ، الدجه اللي هو العادي بتاعنا. اه ما خدش حاجه. يعني هو زي مثلا بيقولك ايه الدش، يعني ايه، اي حاجه اتصرفي واعمليها، يعني زي ما مثلا بيقولك ايه، احنا بنعمل اي حاجه، يعني الدش قالك اتصرفي. الدش قالك ايه، هو مثل، يعني احنا بنقول مثل. مش طمعنا ان أنا مش عنديش خبره، ما اعرفش ادوقه، ما اعرفش اخزنه، ما اعرفش اعمله، لا عملته. مسكته هرسته حلو كده في شويه بشويه في الهون، واحط عليه ملح، والاخر زودت عليه ملح وايه، ومسكته عينته في البرطمان. عايزه تعينيه في برطمان جزاز ماشي، عايزه تعينيه في برطمان عادي ماشي، اللي البرطمان اللي يريحك. اهو بهذه الطريقه، طريقه سهله وسريعه. ومش يعني برضو ايه، وكنت بحس ان هو مثلا إيه، مش بتدج معايا، بقيت ازود ايه شعرة ملح صغيره كده رشها، اخشن يعني عشان الهون تاخد وتدي كده معايا وتهرس معايا على طول. مهم. اهو اي حاجه، يعني مثلا بقولك سلكي حالك. وبرضو هرسة الشطه بعملها على طول برضو في الهون، ما بعملهاش في اي برضو. ربنا يعني يعيننا ويعينكم، اللهم امين يا رب. نجيب كبه بقى بقى مع الايام. احنا كنا اهم حاجه بنجهز البنات، بنجيب للبنات اهم حاجه عندنا. بس اني ما كنت بعمل كده بايه، بنفس الطريقه. يعني بدقه يعني. والدقة برضو هرس الشطه كنت برضو بعملها بنفس الطريقه، برضو بهرسها وبعملها برضو. انا مش بخزن هرس الشطه كتير، لان الفلفل عندنا على طول، في يعني ما بيتمنعش من السوق. بخزن برطمان كده لاي ظروف، مثلا يكون أنا مثلا عايزه فلفل احمر وما جاش السوق، لان الفلفل على طول ما بيتمنعش من السوق بيجي، بس بيبقى غالي برضو، بس بنجيب على قدنا، يعني كل واحد بيمشي على قده. فدايما ايه بخزن برطمان. اللي مثلا في اخضر وانا عايزه حبه حمر، بخزنه برضو ايه، يعني ايه، معوز احمر. لكن طول ما هو في السوق بشتري واجيب، اعمل ايه، بجيبه واعمله صبح كده، مش لازم اعمل كميه وعين. مم. يعني طول ما هو في السوق بجيبه واعمله، بس بعين ايه، برطمان في اي زنجه، يعني لاي زنجه. اهو مسكته هرسته كله بنفس الطريقه، وزودت ملح وعبيته في البرطمان. يا رب عنا وقوينا يا رب، وارزقنا برزق الحلال يا رب. ربنا يرزقنا ويرزقكم، اللهم امين يا رب. ربنا يرزقنا ويرزقكم، يجعلنا مرزوقين احنا وانتوا، اللهم امين. اهو انا بسمع ان في كبه كانت البنات عندهم الكبه دي برضو بتكشير التوم والحاجات دي. بس ما فيش حد منهم قاعده معايا في البلد، يا بنت روح هات الكبه. كسرت تروح، لان بيت احنا في اول البلد والبيت في اخر البلد. قلت انا لسه هروح يا ماما، حماتي دي قلت انها كفيه واجيب منها الكبه، انا مش رايحه ولا جايه. قلت لها خلاص ماشي، متشغليش دماغنا.
عملتوني واتنين. كانت ما انتوا كل سنة بتعملي كده اهو. مسكته هرسته. وصدقي ان الكبة بتسيب فيه ريحة خشنة الهون منعمه. وقمت حاطة عليه معلقتين ملح كده ومقلبهم في بعض، عشان الملح طبعا انتوا عارفين ان الملح بيحفظ الحاجة، يعني مهما يغيب الملح بيحفظه. سوى الهريسة سوى التوم كده هو حافظه، وكده حطيت حوت جو. لما اجي اخد منه مش هحط له ملح ولا اي حاجة تانية، خلاص كده هو خد الملح بتاعه الكفاية. مم. مريت برطمان منه. مم. مم. بهذه الطريقة ناعم وحلو معايا، يعني انا بحب عشان بحب التوم يكون ناعم. بدخله في اي طبيخ ولا في اي حاجة بحب يكون ناعم، مش بحب ان هو يكون حتت كده. مم. سبته بقى فرح مني لما عملت الهريسة كلها، ما غلبت الهريسة دقيت الهريسة شربت برضو وعملتها. يا رب عنا وقوينا يا رب. ارزقنا بالرزق الحلال يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. مهم. بنفس الطريقة. ما خدش حاجة، ما كملتش في دي ودي نص ساعة، يعني دول خد ربع ساعة ودول خد ربع ساعة على المشي على طول. على فكرة ايدي الهم بتاعتنا دي تقيلة وبتدغدغ على طول. هنعمل ايه؟ هنعمل بس الدش يقولك اتصرف وصرفنا. اه. وانا بعد ما عملت حسيت ان في ميه، يعني طلعت اول دور حسيت ان الفلفل فيه ميه. جبت المصفى وقمت ايه حاطه المصفى، بقى احط في المصفى وهو بيسرد الميه. لما حسيت ان في ميه كتيره نازله منه حسيت ان الميه ده هتبوظه برضو. يعني اي واحده تكون عامله فلفل وحاسه ان هو في ميه، ما ت... يعني حاول ان انت تصفي الميه في اي مصفى في اي حاجه هتحطيها. لو انت حتى عاملاه في الكبه عملتيه حطيتيه في المصفى هيصفي الميه. لو انت قلبتي حتى بالمعلقه، لو انت عامله كميه كتيره وقلبتي هيصفي ميته. لكن انا كنت بحط كانت كميه بسيطه، عم كنت بعمل ادوق الدقه وارجع الاقيه الصف، وارجع الاقيه الصفه بالمصفى. يعني كان مطلع كميه ميه حلوه تحت، حطيتها في المخلل مش رميتها برضو. يعني الميه اللي صردت دي نزلت دي حطيتها في المخلل. اه. مهم. الله اكبر الله اكبر. مهم. حطيت على برضو كميه ملح حلوه عشان تحفظه. مم. يا الله ولا اله الا الله محمد رسول الله. قلبت كده بنفس الطريقه. على فكره دي الطريقه اللي بخزن بها يا ولاد، مش بضحك عليكم. كل واحد بيبقى له طريقه في التخزين، بحس ان الملح بيحفظ الحاجه. هو الملح عامه يعتبر ماده حافظه لاي حاجه. قلبتها حلو اهو. الملح هكون ان عندي جايبه شكارة على بعضها، حاسه ان فيها كلاكيع كده. الملح عمل كلاكيع مش منه، مش ملح من اللي هو بتاع الكياس دي، بس هو ملح صفرة بنباع، بس عندنا بتباع شكاير في نفس المحل برضو في المحلات بشكاير صغيرة كده. الشكارة فيها يطلع 20 كيلو على بعض كده. في سردة مية جدين. مهم. حطيتها في المخلل. مم. المية دي كلها نازلة من قلب الفلفل اهو. تلاقي الفلفل بقى نشف، مفيش اي ريحة المية خالص. مم. انا حبيت ان هو اوريها لكم عشان برضو تصدقوا كلامي ان الفلفل فيه ميه بتطردها. يعني واحده بتخزن الميه دي، لو انت خزنت الميه دي فيه هتخليه يعفن. وهرس الشطه دي انا بسيبها جاهزه لندا، مش بدخلها الفريزر. اه. مم. لكن دي بحطه في الفريزر. اه كنت عامله برطمانين، برطمان صغير يعني عامله برطمانين صغيرين. حطيت واحد في الفريزر وواحد بره الفريزر، الاتنين كانوا حلوين مش هضحك عليكم. الاتنين كانوا حلوين. بس انا حطيته ايه قلت عشان اللي بتاع الفريزر يعيش معايا مده اطول، يعيش معايا مده اطول ما يبص على طول يعني. قعد معايا لعند التوم ما طلع، يعني كان التوم خلص. بس انا مش بمنع برضو التوم اللي هو يعني مش بعمل التوم كله، لان انا بحب التوم صابح. لمثلا اللهم صل على النبي يكون هعمل تمليحة سمك
بحب التوم احطه صابح. لحاجات من دي يعني. انا خدت الفص الكبير والفصوص الصغيره حطيتها في برطمان، عينتها في برطمان كده، حطيتها في برطمان زي كده وعينتها. بقيت انقي الفص الكبير بس اللي انا اقشره، مش قشرت الكميه كلها. قشرت يعني برطمان دقيته، وبرطمان قشرته بفصوص وعينته. وفي برضو عندي حبة من غير بقشرهم بحاله، يعني في برطمان ممكن تقشر منه، وبرطمان برضو لان فصصته كله، كنت منضف المكان بتاعه يعني. اهو. ما تنسوناش كده باللايكات والاشتراكات عشان القناة تكبر ونزلك كل جديد. ودي يعني الطريقة بتاعتي والله العظيم في التخزين، في التخزين اللي هرس الشطة وخزين مم. وخزين التوم بنفس الطريقة. معلقتين زيت كده على وش الهريسة عشان برضو تحفظها. مم. على فكرة برطمانات كبيرة، بس هي زي ما يكونك مني، انا كنت قاعدة على الارض بدوق وانا قاعدة على الارض. الكاميرا منها بحاسة ان هي بتصور من العالي، جايبة البرطمان صغير بس البرطمانات كبيرة. مش عارفة هي طالعة صغيرة في الكاميرا ليه. مم. ما تنسوناش يا ولاد باللايكات والاشتراكات عشان القناة تكبر ونزلوك كل جديد. مم. غطي بقى وعينيها، احفظها بقى زي ما انت عايزة. عيني في الفريزر عيني، عايزة تعينها قصد في الرف في التلاجة عينيها اللي يريحك. مم. بنفس الطريقة. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم.